تاني حاجة بس، أنا عندي مشكلتين. اتفضلي. هي المشكلة التانية أهم شوية من الأولانية. أنا انا ممكن أبدأ انا بيها؟ انا سامعاكي، قولي اللي انت عايزاه. تمام. دكتورة مروة، أنا عندي أخ مم. مدمن. لا حول ولا قوه الا بالله. تمام. تمام. أنا والدي متوفي من 9 سنين. والدتي بتعالجه من أكتر من 10 سنين. هو ما بيتعالجش. ودينا اللي بالفلوس والحكومة، ودينا كل حتة. مم. ماما صرفت كل حاجة عليه، كل حاجة. الذهب اللي في ايديها صرفته، باعته وصرفت فلوسه عليه. ورثه هو ضيعه في الحاجات دي. كل حاجة، لا حول ولا كل قوه. حاجة ضاعت عليه. هو عامل لنا إرهاب حضرتك. بيعمل هو لكم كل ايه؟ حاجة بيبيعها، كل حاجة بيخلصها وبيبيعها من البيت. كان عندي أخت منفصلة وكانت قاعدة مع والدتي في البيت وسايبة حاجاتها. خد حاجاتها كلها وباعها، ما خلاش لها أي حاجة خالص. لحد ما فاجئنا إن شقة كاملة على الأرض كان بيسرق منها وبيبيع. مفيش حد واقف معانا خالص خالص. لحد آخر حاجة إن هو بدأ يبيع في المواسير بتاعت بيتنا، مواسير المية لا حول ولا الكبيرة الأساسية بتاعت البيت. بدأ يبيعها وبدأ يتهجم على مامتي وعلى اخواتي. كل حاجة. حضرتك أنا عايزة مساعدة، احنا عايشين في إرهاب. لا حول ولا قوه الا بالله. ما عملتلوش محاضر؟ ما اتحبس؟ قولي تاني، قولي تاني، انا مش سامعاكي. عملنا 3 محاضر فيه. اه. ال3 محاضر كان لما بنروح هناك الإذاعة كان يقابلونا مثلا على يعني ناس صغيرة، مثلا أمين شرطة، نحكي له اللي بيحصل يقول فيه زيه كتير، ادعوا له يا إما تعالجوه ويرجعونا تاني. احنا بنتعرض للإرهاب. انتوا في منطقه ايه؟ في الجيزة. طب انتوا ليه ما فكرتوش تمشوا تاخدوا بعضكم انتي ومامتك واختك وتعيشوا في مكان تاني بعيد عنه، بما انه معيشكم؟ يعني انتوا دلوقتي عايشين على البلاط؟ لا حضرتك، احنا عندنا بيت، احنا حالنا متيسر الحمد لله، لكن هو مفيش الا والدتي قدامه، هو عامل لها ارهاب. انتي متجوزه؟ ايه؟ انتي متجوزه؟ اه. واختك المنفصله فين دلوقتي؟ هي عايشه مع مامتي. يعني هو عامل ارهاب لاختك ولامك والاخت تانية. انتوا 3 بنات وهو الولد الوحيد. وفي تاني بس مش قادرين عليه. في تاني بس مش قادرين احنا عليه خلاص، ومحدش واقف معانا خالص. ايوه. انا بس نفسي اي حد انت بتقولي انه وصل انه بيبيع مواسير البيت، معنى ده ان هو اهلك عايشين ما فيش حاجه عايشين عليها، هم خدوا كل حاجه. لا حضرتك هو بدأ يبيع مواسير الميه اللي طالعه على شقته، وباع كل حاجه في شقته. هو مش عايش مع ماما، عايش في شقه لوحده؟ ايوه حضرتك، هو كل واحد، هو كان متجوز. واحنا بنصرف على اولاده، احنا مش سايبينهم. هو يعني مش هو مراته اتطلقت ومشيت طبعا؟ مش متطلقه، هو نصيبه، هو كان كويس جدا، هو ما كانش فيه اي حاجه. هو نصيبه وقعه في واحده، يعني هتحس ان هي ايه، عقلها على قدها ومش نظيفه خالص في شقتها في كل حاجه. وهو كان كويس جدا، يعني هو كان بطل كمال اجسام حضرتك. امال ايه التحول ده؟ مش فاهمه. وكان شغال في شركه محترمه جدا، كان شغال في الحديد والصلب. امال ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاه يدخل في الطريق ده؟ ورث. ايه؟ ورث من بابا. ورث من والدي لما توفى. والفلوس هي اللي ضيعته. عمل مشكله مع ماما قالت له سيب كل واحد فيكم يسيب الفلوس اللي محطوطه في البنك بفلوسها معايا، وقت ما تحتاجوا الحاجه قولوا لي. عمل مشكله قال لها لا، فلوسي وانا عايزها، ورثي وانا عايزه، انا عايز حاجتي. وخد الدفتر بتاعه وضيع كل حاجه، كل حاجه. يعني هو كان ساعتها لسه بادئ في طريق الشرب ولا كان بيشرب وانتوا ما تعرفوش؟ حضرتك انا كنت صغيره برضو. انا بقى لما بدات اوعى على الموضوع ده، ومامتي كانت مش عايزه تخليه وصمة عرف يعني في طريقنا احنا كبنات. مامتي كان معاها دهب كتير،
وحاجات كتير بعتها عشان تعالجه. كل حاجه بعتها اهو. حضرتك كانت بتروح له لحد الصيف اللي فات، حجزناه في مكان برضو. المكان ده كان بياخد 5000 في الشهر، غير 3 4 زيارات، اكل 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 اكل، علشان ما يحسش ان طيب هو اقل من اللي معاه. انت دلوقتي مشكلتك ان هو موجود بيضايق امك ما فيش حد واختك. نجدنا، احنا رحنا القسم ومحدش نجدنا. حضرتك الاسبوع ده انا رايحه لوالدتي، والدتي محطوطه تحت ارهاب. والدتي بيرهبها ازاي؟ ايه بيعمل ايه؟ بيرهبها ازاي؟ حضرتك؟ اخر حاجه هو مامتي كانت بتحط له الاكل والشرب عادي. عايز ياكل تديله، يقول مثلا عايز مبلغ 50 جنيه تديله، 20 جنيه تديله كده، خلاص ما بقاش في حاجه تديها له. بتصرف على اولاده مع اهل مراته الاثنين مع ايوه، بعض. بيرهب ماما ازاي؟ بيعمل لها ايه؟ حضرتك يعني بأقل حاجة الأسبوع ده، عشان أختي كانت متواجدة هناك، فما عجبهاش الوضع. لقيت في 5 دقايق شاي وسكر وقهوة وأكل، وشاي وسكر وقهوة وأكل، وطلبات طلبات طلبات ما بتخلصش. والدتي عايشة بالمعاش. عمل لها ايه يا فندم؟ احكي لي، قولي لي عمل كذا يعني. انت بتقولي عايشين في مسك ارهاب. عليهم سكينة حضرتك. مسك مسك. عليهم سكينة. مسك عليهم سكينة وقطع الباب عندنا في سلك، قطعه ودخل وبيتهجم عليهم وأكثر الشتايم وحاجات وحشة جدا. طيب انا وشتايم وحشة وفضايح وسحل طيب ماما. انت بتقولي عاملين 3 محاضر، مظبوط كده؟ أيوه. طيب انا محتاجه ارقام المحاضر دي، وقولي لي متحرروا في اسم ايه، ولو سمحتي سيبي لي كل البيانات. انا هوصي الكنترول حالا ياخدوا البيانات بتاعه المحاضر دي. هنحاول نحكي الوضع ونقول كل اللي حصل، وان شاء الله باذن الله باذن الله انا واثقه جدا في رجال الشرطه المصريين، عمرهم ما هيقبلوا بوضع زي ده. فده مكانه لا اما يتحط في مصحه لا اما يتحط في السجن، لان ما ينفعش يكون في وسط بني ادمين طبيعيين. وانا ما تزعلوش مني، انا قدام حالات الادمان بحس بالعجز. حلول الارض بتنتهي لكن حلول السماء قادر ربنا على كل شيء. ودايما بدعي لكل اسره فيها مدمن يا رب تخلصوا منه بالموت عشان انتوا ترتاحوا، لان الاسره اللي فيها مدمن بيعيشوا اسوأ ايام حياتهم، بيعيشوا حياه صعبه جدا جدا، بيخسروا كل شيء، مش بس فلوسهم، بيخسروا نفسهم وسمعتهم، بيخسروا كل شيء حقيقي. ربنا يعافينا ويعافي شبابنا، ويا رب يا رب ينور بصيرة كل شاب بيسمعني. انت بتموت بالبطيء، بتضيع نفسك وعيلتك وسمعتك وكل حاجة حلوة بسبب حاجة مقرفة بتشربها، بسبب أصدقاء السوء اللي ممكن يكونوا ادوها لك عشان عايزينك زيهم، عايزينك تبقى عفوا زي كلاب الشوارع. والكلاب يمكن أرحم بكتير من العيلة اللي فيها مدمن.